يا صباح السعادة على عيونكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا البرتقال مالي السوق اليومين دول، خلاص بقى موسم الشتاء، كل سنة وانتم طيبين. تبدأ الفواكه بقى، برتقال وكمان اليوسفي والحاجات الجميلة ديت. وبما ان البرتقال كده بشاير وطعمه حلو كمان على فكرة، بس لسه طبعا كل ما الدنيا تشتي عليه كل ما بقى احسن. هنعمل منه النهاردة كيكة البرتقال حلوة قوي عشان الولاد بتحبها كمان اكتر كيكة يعني. وهنعزز الطعم والنكهة، لان خليني اقولك ان عصير البرتقال مش بيديك الطعم، يعني ما تحسيش ان هي فيها برتقال قوي يعني. فاقولك ازاي ان شاء الله تعززي نكهتها وتطلع معاكي حلوة. قدميها بقى جنب كوباية شاي بحليب كده الصبح عشان تعديلي المزاج بقية اليوم وتقدري تستقبلي يومك كده بنشاط وحيوية. قدمي للولاد شاي بحليب او حليب، بس اللي يريحك. بس انا عايزه اقولك العشق مع الكيكه دي كوبايه الشاي بحليب. كمان هقولك ازاي تطلع الكيكه من جوه هشه ولونها ابيض مش لونها غامق. زي ما هي قدامك كده، طريه. سكرها مظبوط. ايه اللي بيظبط التيست معاكي؟ اول حاجه نزلت بكوبايه ونص من السكر، وهنزل عليهم بكوبايه من عصير البرتقال. طبعا عصرها يدوي، متعصرهوش في الخلاط، على عصرة البرتقال كده. ونزلت بكوبايه الا ربع من الحليب، ودوبي السكر. انا مش هعمل لا في كبه ولا في خلاط ولا بالمضرب الكهربائي، هعمل كده بالويسك اليدوي او المضرب اليدوي عشان خاطر سريعه، ومش عايزه بصراحه اعمل حاجه، كان المطبخ نظيف فقلت مش عايزه ابهدل الدنيا. قلبت السكر جامد مع البرتقال وكمان الحليب لغاية ما داب نهائي، ونزلت عليه بأربع بيضات صغيرين بدرجة حرارة المطبخ وعليهم رشة فانيليا. ونزلت كمان ببشر البرتقال. بشر البرتقال هنا يعني جبت البرتقال، خدي البشر بتاعه بشريه على المبشرة، هو ده اللي هيديكي النكهة ويعزز كمان الطعم. هتحسي ان هنا في برتقال، لكن لو اكتفيتي بالعصير بس مش هيبقى ظاهر قوي في الكيكة. قلبت كويس جدا، وادي المعلقه اللي هتخلي الكيكه فاتحه معاكي، ولون الدقيق بتاعها مش غامق، ما هيش غامقه من جوه، هشه كده. فمعلقه خل صغيره، وهتقلبي كل الحاجات دي. وبعد كده نزلت بكوبايه زبده، نصها زبده والنص التاني زيت، يعني كوبايه زبده على زيت، نص والنص. عايزه تعمليها بزيت بس، بزبده بس، بسمنه بس، الماده الدهنيه اللي تفضليها، بس انا بحب يعني اعمل ميكس في الكيكه عموما بين الاتنين. ونزلت بكوبايتين ونص من الدقيق، وعليه معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، كيك شيف طبعا. ونخلتهم ونزلت بيهم تدريجيا كده، وقلبي لغايه ما تشوفي الخليط هيستوعب معاكي الدقيق كله، ولا يعني هتحسي ان السائل قوامه كده مناسب. في اخر نص كوبايه ديت جربي على حسب السوائل وحسب نوع الدقيق اللي عندك، على فكره بتفرق جدا. انا هنا بالنسبه لي اخد يعني كوبايتين وشويه اللي انت شايفاهم دول، ما كملوش نص كوبايه. وكان قوام الخليط حلو ومش متماسك جامد عشان ما تكونش مكتومه منك. ويلا بينا بقى على صينيه، طبعا دهنينها سمنه ومبطنينها كده بالدقيق طبعا. وما تنسيش ان الفرن قبل ما تبداي في الكيكه يكون شغال على درجه حراره 180. وابدأي على طول في عمايل الكيكه، ما تاخدش وقت نهائي، سواء عملتيها بايدك كده بالمضرب او عملتيها في الخلاط، يعني في كل حالاتها سهله جدا، ومن الفطار الحلو اللي قيمته الغذائيه عاليه ولادك بتحبه طبعا. عايزه اقول لك كيكه البرتقال دي العشق يعني. وطبعا خبطي الصينيه كده خبطتين عشان تقدري توصلي الخليط لكل جوانب الصينيه، ما يكونش فيه جنب عالي وجنب يعني هابط منك. وعلى الفرن على طول في الرف اللي في النص من تلت ساعه ل 45 دقيقه، وهتطلع معاكي بالنتيجه التحفه اللي انت شايفاها دي. حلوه جدا وممتازه جدا جدا. وكمان شايفه الوش طري مش ناشف. طبعا بتختبريها يعني بسكينه رفيع او خله الشيش طاووق. لو مطلعش فيها عجين خلاص كده هي استوت 100%. حاول اسلكها كده من جنابها، ويعني جناب الصينيه كده، وبعد كده نبدا نقطعها. وزي ما قلتلك ابدأي قدميها بقى مع شاي بحليب، فطار حلو وغني. وكلنا بنعشق حتة الكيكة الصبح كده، لو ولادك نازلين الدرس حتى وملهمش نفس للفطار، حتة الكيكة ديت تبقي ضامنة ان فيها كل العناصر ان شاء الله اخدوها، يعني لو اكلوا منها حتة بتكفي الصبح. انت كمان تقدري تاخديها مع كوباية الشاي بتاعتك
قد ايه هشه، شايفه لونها ابيض جميل، مستويه قوي، كلها في مستوى واحد، التسويه بتاعتها حلوه. لو انا هنا بالنسبه لي شغلت الشوايه اخر دقيقتين عشان تاخد اللون ده. لو انت الفرن بتاعك مش محتاج وبتاخد لون على طول، يعني خلاص ما تشغليش الشوايه. انا بالنسبه لي اديها دقيقه كده او دقيقتين. وادي حضرت كمان الشاي وكمان الحليب بقى، واللي يصحى من الولاد اديله كوبايه شاي بحليب ومعاها حته الكيكه، هتفتحي نفسه على الفطار. وطريقتها سهله وما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود، وكمان يعني عقبال ما تاخدي لفتين كده في المطبخ تشوفي هتعملي ايه، بتكون استوت معاكي وبقت زي الفل. ايه رأيك بقى؟ طريقتها سهلة. لو كان عجبك الفيديو كنت وصلت معايا لغاية هنا، ما تنسيش تضغطي على اللايك وتعملي شير للفيديو. ايه رأيك في الجمال ده؟ حاجة تفتح النفس، وزي ما قلتلك يعني مكوناتها موجودة في كل المطابخ ان شاء الله. تقدري يعني تعمليها.